رايح دلوقتي المنوفية، عندي ايفنت هناك. كنت المفروض رايح في القطر، بس حصل شوية مشاكل كده عندهم ما لحقوش يحجزوا لي يعني، فجيت اروح لقيت ان القطر كان مليان. فخير الحمد لله، هطلع بقى بالعربية وخلاص. بس كنت حابب اقول لكم حاجة. انا اصلا كنت رايح في القطر عشان ده. شايفين ده؟ انا كنت رايح عشان اقعد بقى في القطر كده بمزاجي، ولا سايق ولا بتاع، واقعد استغل الوقت اللي انا هسافر فيه ده ان انا اقرا حاجه. فطبعا خير الحمد لله. بس برضو لما بركب العربيه ما بعرفش اقرا. طب هعمل ايه؟ ابلكيشن صغير جدا اسمه اقرأ لي، موجود على اي موبايل تقدر تخش تنزله. عليه كتب مسموعه وكميه كتب كتيره جدا، ومعموله بطريقه بروفيشنال. يعني الناس اللي بتعملهم بصراحه ربنا يجازيهم خير، شاطرين جدا وبيعرفوا يتكلموا ويعرف يشدك للكتاب. او ان انا اسمع اي برنامج حتى يعني ديني او تاريخي او اي حاجه في الطريق. يعني انا دايما في الطريق، انا بسافر كتير، دايما وانا رايح وانا جاي بسمع حاجه. ومن امثله الحاجات اللي انا خلصتها مثلا على خطى الحبيب، سيره النبي كلها الحمد لله. نلقى الاحبه، الصحابه كلهم بقى، يعني شوفوا عددهم عامل ازاي، خلصتهم كلهم في الطريق بكل قصصهم. برنامج باسمك ناحية اسماء الله الحسنى. ايها المريد، سمعت حاجة اسمها خط الزمن بتاعت راغب السرجاني. ده راجل بتاع تاريخ، جايب التاريخ كله من حوالي 10 مليون سنة لحد النهاردة، ايه اللي حصل وكل الاحداث في ضوء يعني تاريخ القدس وكده. سمعت كتاب Eat That Frog بتاع براين تريسي، بيتكلم عن تايم مانجمنت والتسويف والحاجات دي. سمعت كتاب اليهودية واليهود والصهيونية بتاع أبو هاب المسيري. ده موسوعة بتحكي كل حاجة عن اليهود، مستحيل أصلا أخلصه كتاب قد كده على الحقيقة. سمعت كله في الطريق. سمعت إيه تاني حوار مع صديقي الملحد ورحلتي من الشك إلى الإيمان، مع إن أنا كنت قاريهم يعني، بس سمعتهم كده تاني برضو في الطريق. كمية كتب، بس أنا على طول بسمع. فسواء بقى انت بتسوق مش بتسوق، لو ما بتعرفش تقرا مثلا وانت في مواصلات ولا بتاع، الناس بتقعد تبص لك وكده، كل اللي محتاجه هيدفون، ونزل بقى ابلكيشن بتاع اقرأ لي ده، ونزل كتب واقعد اسمعها. احنا في مصر يعني بالذات عندنا كمية وقت بيضيع في المواصلات وفي الزحمة والكلام ده مش طبيعي. كل المعلومات اللي انا بقول لك عليها دي دخلت دماغي في وقت اصلا كان ممكن يبقى ميت، عمال بس ببص كده وزهقان وقاعد في الطريق ما بعملش اي حاجه. يعني عايز اقول بس ان احنا في مصر انت ممكن تحضر دكتوراه في المواصلات، على اخر الموقف مثلا ولا حاجه حد يناقشك في الرساله بتاعتك. فاستغلوا الوقت ده يا جماعه، بلاش تضيع بالله عليكم. اقرأ لي كتب ومقالات واخبار مسموعه على الموبايل. ده بقى يا جماعه هو كتاب بسمعه على اقرأ لي، كتاب Think and Grow Rich. كتاب مهم جدا، موجود بالعربي على اقرأ لي. تصبح غنيا، نقرأ لكم. وفي حاجات كتير جدا مفيدة، ودي الطريقة اللي بيشرحوا بيها. سيد أحمد. اسمعوا حتة كده برضه. يعد هذا الكتاب الأكثر تأثيرا في مجال التوجيه نحو تحقيق الإنجازات الشخصية والاستقلالية المالية، وأخيرا نحو الغنى الروحي الذي لا يقاس بالمال. لا أعرف كتابا آخر يشبه هذا الكتاب، ولا يمكن أن يوجد ما يماثله. وقد أوحى به إلى المؤلف شخص حقق إنجازات ناجحة في حياته قبل سنوات كثيرة. أهلا بكم في محافظة المنوفية. بس أقول لك على حاجة، اكتشاف يعني كل محافظات مصر شبه بعض. انت لو مش حافظ مثلا، انت يعني لو محدش قايل لي انا فين دلوقتي، مش هبقى حاسس في المنصورة او في طنطا، كلهم نفس الشكل كده. وهم العمدان دي في كل حتة برضه، دمياط، اسكندرية، العمدان دي راشقة في اي حاجة. حلو، استكشاف حلو. السفر جميل والله، يعني فكرة ان انت تسافر وتشوف اماكن جديدة دي حلوة جدا. فعشان كده اتمنى ان انا بقى ابدا اطلع بره مصر، يعني نطلع من مرحلة المنوفية بقى وطنطا وكده ونخش في اللي بره مصر. التاكسي بتاعهم لونه ايه؟ اخضر في اصفر، يعني ايه منوفية؟ ليه منوفية كده منوفية؟ ده لون تاكسي. طيب منوفية انا نفسي اروح المنوفية. انا ماشي في حتة اسمها لطفي كمال البحيري، يعني مفيش
اي ابتكار في مصر، كلها اسطمبة واحدة. اللي انا عايز اقوله لكم ايه بقى يا جماعة، ان انا فرهدت قبل ما اوصل اصلا. بس هو ده تقريبا. هم عايزين نركن طيب، عايزين نركن يا عم رمضان. برضو الحاجات المشتركة في مصر كلها ان مفيش ركن. انا ماشي مخالف ولا انا فين ولا انا ايه اللي بيحصل لي بس؟ حبيبي عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. عامل ايه؟ معتز احمد ابو كامل دلوقتي محمود تمام. السلام عليكم. الاخبار؟ ازيك يا اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. احلى بس حبيبي حبيبي جدا. اخبارك حبيبي؟ كله تمام. ما رضيتش اخش الا لما انت تيجي، قلت لهم مش هخش. يا سلام. يقعد معاك ويحتفل والدنيا حلوه ومش عارف ايه، وهو ماشي يوم لو انت ولد بقى يوم باصص لك بصه كده بيقول لك انت دخلت جيش ولا لا؟ احنا تهنا يا جماعه. مشينا على الجي بي اس، دخلنا جوه قريه مش عارفين احنا فين، عمال يمشينا في شوارع جوه القريه وربنا يستر بقى. بس والله القرى المصريه جميله. ونصور جوه القريه. نصور جوه القريه وهنتضرب هنتضرب دلوقتي حالا، بس خير. ودي اخرة اللي يمشي ورا الجي بي اس. احنا مش عارفين احنا بنعمل ايه، مش عارفين نمشي اصلا. الشوارع ضيقة واتجاهين وحاجات غريبة كده. مش عارفين هنخرج من البلد دي ازاي اصلا. كل ما نطلع نخلص شارع نلاقي نفسنا دخلنا في الشارع دي. خلصت ايفنت المنوفية ورجعت الحمد لله مكتبي اهو. بس بمناسبة بقى ان انا كنت في المنوفية عايز اتكلم في موضوع كده معايا. ساعات كتير بنشوف على الفيسبوك كوميكس معمولة عن الناس بتاعت المنوفية او على اي محافظة تانية او عامة على بلد معينة. كتير واحنا بنتكلم مع اي حد تسمع دايما يقول لك ايه، اصل مش عارف الغرب دول كلهم كفرة وملحدين ومش عارف ايه، دول ماديين جدا وما عندهمش اي احساس وبتاع. دايما عندنا فكرة التعميم، دي ظاهرة علماء النفس بيسموها ستيريوتايبنج، ان عقلنا بيعمل شورت كات ان هو عشان يختصر على نفسه يقوم مصنف ناس كلهم انهم فيهم صفة معينة. المشكلة بقى ان لما بيحصل معانا كده احنا بنولع في الدنيا وما بنسكتش وبنتجنن. يعني لما مثلا حد يقول ده العرب دول كلهم مش عارف ايه، او المسلمين ايه، او المصريين ايه، ما بنقدرش نستحمل ده على نفسنا، وازاي ونقعد نقول ان ده كلام عنصري وي وي وي، مع ان احنا بنعمل كده بينا وبين نفسنا حتى طول الوقت.
انتوا متخيلين ان احنا عندنا شتيمه اسمها انت هندي مثلا؟ يعني انت لما تحب تشتم حد او تقول عليه غبي تقول له يا ابني انت هندي يا ابني. تخيل كده لو في بلد تانية واحد بيشتم واحد بيقول له يا ابني انت مصري يا ابني ولا ايه؟ تخيل انت هتتجنن ازاي اصلا وهتشنج وتقعد تقول ازاي ودي عنصريه. فاحنا على طول بنقول كلام عنصري وكلام كراهيه، بس ما بنستحملش ان حد يقول علينا كده. فدي من الحاجات اللي احنا محتاجين نغيرها. انا كنت في المنوفيه النهارده وبصراحه الناس شالتنا فوق راسها، مقابله مفيش بعد كده، اكل وشرب واستقبال، يعني عملوا معانا الواجب جدا جدا جدا. فبعد اذنكم بلاش نحكم على حد ولا نقول فكره ان محافظه كامله كده او بلد كامله كده او مش عارف الخلايجه دول كلهم ايه او الغرب دول، كل ده كلام فاضي. لان الشخص اللي بيقول الكلام ده اصلا لو سالته وقلت له هو انت واخوك زي بعض هيقول لك لا طبعا، ده احنا كل واحد فينا شخصيه مستقله. يعني الاخوات اللي من اب وام واحد مش زي بعض. فانت جيت في ثانيه كده خليت لي محافظه كامله ولا بلد كامله ولا ديانه كامله ولا اي حاجه كلها مع بعض فيهم صفه معينه واحده، كل حته فيها الحلو والوحش. كفايه كوميكس وكفايه تريقه وكفايه عبارات عنصريه وكراهيه. احنا بنعمل الكلام ده كتير مع ان احنا اول ناس بنتضرر منه، بنعمله كتير واحنا مش واخدين بالنا وعايزين نبطل نعمله شويه. وفي الاخر بس حابب اشكر الناس بتاعت المنوفيه على الاستقبال الحلو ده، وبقول للناس ان الفكره اللي عندكم عنهم غلط خالص. يوم طويل جدا، اخر حاجه بعملها فيه ان انا براجع الفيديو ان شاء الله اللي هينزل اللي جاي. بس كان يوم حلو وعملت فيه حاجات كتير، وحلو ان انت تحس ان اليوم كده طلع بفايده وكان فيه انتاجيه.